طيب من الاخر كده، شفاط مسطح ولا شفاط هرمي؟ هو مش ده السؤال الصح اللي المفروض يتسال. هو السؤال الصح اللي المفروض يتسال هو شفاط بمدخنه طرد خارجي ولا شفاط معتمد على الفلتر؟ قولا واحدا الشفاط اللي هو الخارجي. طيب ليه؟ لان الشفاط اللي هو بيبقى في فلاتر بتحتاج ان انت تغير الفلتر كل فتره، وحتى والفلتر كويس بيبقى قوه الشفط بتاعته مش قد كده، لانه بمنتهى البساطه لازم بيشفط وبيعبي جوه الفلتر وبعد كده في شويه هواء تاني بيطلعوا. فلو انت بتشوي الوضع هيبقى معاك مأساوي، حرفيا مأساوي. تمام كده. فبالتالي اللي بيطرد بره هو بياخد الهواء يطرد على بره على طول، مفيش بقى صيانات كل شويه ولا في فلاتر ولا في ولا في ولا في ولا وجع القلب وتغيير والكلام ده كله. فنصيحه، لما بتيجي تسال على الشفاط طرد خارجي بغض النظر عن شكله هرمي او مسطح، وفي من ده الاشكال دي وفي من ده الاشكال دي. طب السؤال الثاني بقى والاهم، يبقى قوته قد ايه؟ بص، يعني اما بيزيد عن 600 متر مكعب ده بيبقى افضل وده الاقوى وده الاحسن. طبعا في اعلى من كده، طبعا في اعلى وده الاحسن طبعا، بس ما تقلش عن ده. دي نقطه. النقطه الثانيه، اهتم جدا بالشركات اللي خدمه ما بعد البيع بتاعتها كويسه ومحترمه، عشان هي دي اللي هتتعبك قوي. وبص، جبت ده او جبت ده، صدقني عن تجربه، الشفاط اللي هو المروحه بتاع زمان صدقني ده هتلاقيه بالنسبه لك احسن مليون مره من التانيين. بيشفط جامد جدا خصوصا لو بتشوي. انا بكلمك عن تجربه شخصيه. هتتبهدل، هتتبهدل ما فيهاش. فخليك في الطرد الخارجي، ولو يفضل يبقى معاه المدخنه اللي هي او الشفاط اللي هو المروحه ده. انت كده هتنبسط. سلام.